هنتكلم النهاردة يا جماعة عن موضوع كبير وخطير، إن علماء أجانب بنظريات كبيرة غيروا الحقيقة، حقيقة خلق الكون وحياة الإنس والجن على الأرض. وقالوا حاجات، قالوا إن الكون اتخلق نتيجة الانفجار الكوني العظيم، وقالوا إن الأرض كروية، وقالوا إن الشمس ثابتة والأرض تدور حولها، وقالوا إن القمر جسم معتم، وقالوا إنهم قدروا يطلعوا القمر، وقالوا إن الإنسان أصله قرد، وقالوا إن الطبيعة والإنسان اتخلقوا تلقائي من الانفجار الكوني العظيم. وقالوا حاجات بنظريات تتنافى مع آيات القرآن الكريم، وده طبعا نتيجة إنهم بالأصل كافرين بالقرآن الكريم الذي أنزله الله العظيم. أيوة، هم كافرين بالله وبيحاولوا يثبتوا عكس ما قال الله لنا في كتابه المبين. وقال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين. صدق الله العظيم. سورة فصلت. وهذا تفصيل خلق الأرض، وبعده آيات تفصيل خلق السماوات في يومين، ثم استوى على العرش. كل ذلك حدث في 6 أيام، وليس انفجار كوني عظيم كما يقولون ويدعون. وقال تعالى: وإذا الشمس كورت. وقال تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت، سورة الغاشية. وقال أيضا عن الأرض: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وقال تعالى: إنها ممدودة. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الأرض ممدودة ولها أطراف، والقرى ليس لها أطراف، المسطحات فقط من لها أطراف. وقال تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وقال تعالى عن القمر: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال لنا عن القمر أن القمر في السماوات ال7 في السماوات العلى، وجعل القمر فيهن نورا. وقال لنا عز وجل: كل في فلك يسبحون. ومن هذه الآيات: الشمس كورت، الأرض سطحت، القمر نورا، وأن الأرض ليست كروية، وأن لها أطراف ننقصها من أطرافها. وقالت النظريات أن القمر معتم، وقال الله قمرا منيرا وقدره منازل. وقال أنهم اخترعوا مركبات وصعدوا القمر، والقمر في السماوات العلى. وهل من مخلوق يستطيع أن يصعد السماوات العلى إلا بمعجزة؟ وهل له أن يأخذ رخصة لصعود السماء؟ وهل له أن يرصد القمر ويتجه نحوه؟ والقمر بالأصل في فلك يسبح، وكل في فلك يسبحون. كلامهم هذا ينفي آيات قرآنية، وهذا كفر، وكلها نظريات غريبة من المؤكد وراءها أمور خطيرة لتغيير الحقيقة. فكيف يكون الأرض كروية وتدور حول الشمس، وأن الشمس ثابتة وهي مركز الكون؟ والأصل والحقيقة أن الأرض سطحت والشمس تدور، وكل في فلك يسبحون.